الاغنيه والقصيده انها طبعا اشتهرت وعرفت الاغنيه، ولكن انا بكتب شعر عاميه في الاساس. انا طبعا احنا بنتكلم على البلد والارياف، انا محظوظ ان انا من بورسعيد، انا من بورسعيد وما زلت عايش فيها، ومش عشان بلد ولكن هي حاجه مدينه كوزموبوليتان ساحره، مقسومه نصين، العرب واللي فرنك، تلاقي المنطقه الحره جنب الصيادين، فانا اتاثرت بده كله وكان لمست الكلام ده. فاول ما بدات اكتب طبعا بالتوازي مع الحاجات القديمه اللي الواحد قراها والقراءات، بدا الكلام ده كله يتبلور قدامي في تجربه كده، بدات اجمعها كلها في صوره شعر عاميه عن اللهجه وعن الشوارع وعن الناس وعن طرق الصيد وطبعا الاحاسيس الشخصيه بشكل عام. ولما جه بقى الوقت ان الاوان يعني، فجمعت كله في ديوان سميته المنكسر الطوح، الحاله اللي كانت بتعبر عني وقتها السنه اللي فاتت يعني. بص انا ما قريتوش للاسف، بس دايما بنقول الكسر يتصلح عشان يبقى فيه امل كده في الجمله دي، يعني اللي اتكسر يتصلح عشان يبقى الواحد عنده امل دايما ان لو حاجه اتكسرت هتتصلح. انت قلت بقى اللي اتكسر يتطوح، لان في حاجات ما بتتصلحش، في حاجات لازم تتخلص منها عشان تبدا من جديد، نقطه من اول السطر زي ما بنقول. طيب انت اللي كسر يتصلح، الشعر ده غناه مطرب جميل قوي، علي الألفي، صوته مختلف جدا وحساس جدا، مظبوط؟ مظبوط. وانتوا صحاب. اصحاب بالظبط. تيجي نسمع صوته دلوقتي معانا على الهوا؟ تمام. خلينا نرحب علي الألفي، المطرب علي الألفي، فنان علي. يا علي. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا علي؟ ازيك يا شريف؟ ايه اخبارك؟ اخبارك ايه؟ انا عايز اقول للساده المشاهدين ان علي الألفي من الاصوات المصريه الواعده جدا، والواحد لما بيروح ساقية الصاوي ويحضر له حفله عايز اقول لكم الناس تبقى بالضرب على حفلات علي الألفي وسلمى الصباحي. وانا سعيد ان انا النهارده بسمع صوتك على الهواء. وانا كان ليا الشرف بجد ان انت يعني شرفت حفلتي بجد، وعايز اهنيك جدا 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 على ضيوفك النهارده وعلى الحلقه النهارده بجد، وانا مبسوط جدا ان انا يعني كان ليا الشرف ان انا يكون مداخله النهارده معاكم طبعا. ميرسي يا علي. علي ازيك يا شريكي؟ ازيك يا علو، عامل ايه؟ ازيك يا ابو حميد؟ وحشني، بقالنا كتير ما اتقابلناش، هو يكون في بورسعيد انا في مصر والعكس. سبحان الله. وعلي بورسعيدي. علي بورسعيدي، علي بورسعيدي، وبقاله سنه ونص بيقول لي هعزمك على الاكل في بورسعيد وبيطنشني. خلاص معايا المره دي بقى. انا فضحتك على الهوا يا علي. احنا الاثنين. انت تنورنا بجد، يعني نور بورسعيد جدا. علي طبعا عايز لسه دلوقتي انت سامعنا واحنا بنتكلم مع احمد، واللي انكسر يتطوح وانت غنيتها. يعني انا عايز اقول لك لو الديوان معاك في ايدك دلوقتي، افتح صفحه 77 هتلاقي اللي انكسر يتطوح. هتلاقي اسمي واهداء ليا، لان اللي انكسر يتطوح اتكتبت لي انا شخصيا عن تجربه شخصيه انا مريت بيها على فكره. اوكي. يعني كانت من اسعد الحاجات ومن احلى الهدايا اللي جات لي في حياتي من صديق عمري يعني. طيب بص بقى، طبعا انا بقى عمال دلوقتي اقول للساده المشاهدين علي صوت واعد وصوت جامد، ولسه احمد ما قرناش حاجه من ديوان شعره، فايه رايك تسمعنا جزء؟ يا سلام، من عينيا. اتفضل، تسلم عينك. اللي انكسر يتطوح هتلاقي غيره جديد، والحزن يوم هيروح ويجينا فرح وليد. اللي انكسر يتطوح هتلاقي غيره جديد، والحزن يوم هيروح ويجينا فرح وليد. واللي انكسر نمحيه مع اللي فات نرميه في البحر ونخبيه من قلبنا وعنا. عالشط انا واقف وحدي ومش خايف، في ايدي كبسة حزن اضحك واقوم حادف، ياخدها موج البحر يضحك يقول شايف، في لحظة راح الحزن اجري يا واد روح، انسى اللي فات وافرح، وعندي تلقى الحل، لا تتعب ولا تصلح. اللي انكسر يتطوح هتلاقي غيره جديد، والحزن هيروح ويجينا فرح وليد.
الله 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 يا علي يا ألفي هايل. وعايز اقول لكم حاجه، وانت بتغني مش عارف ايه العلاقه يعني، بس وانت بتغني دلوقتي الاغنيه والكلام وبتجيب سيره البحر كده، انا شميت ريحه بورسعيد. يعني ممكن تسمح لي اقول لك حاجه؟ انت قاعد دلوقتي قدامك بورسعيد بتمشي على رجلتين. احمد شلبي رغم ان هو سنه صغير جدا، لكن هو درويش بورسعيدي، راجل مفتون كده بحواريها وبيحب يتمشى فيها ويتمشى في كل حته في بورسعيد ويعرف عنها حاجات. احمد خلاني انا شخصيا اعرف حاجات عن بورسعيد وانا طول عمري عايش فيها عمري ما كنت اعرفها. بجد يعني جميل. وانا بشكرك على مداخلتك يا علي، وقريب تبقى معايا ان شاء الله في بيت شريف. طبعا جدا. شكرا يعني وانا مبسوط جدا ان انا كنت معاكم ومنورين الحلقه. شكرا يا علي، ربنا يخليك. سي علي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بما ان احنا ذكرنا كتير بورسعيد، فألف سلام وتحية لكل أهل بورسعيد. أنا هحتفظ بكتابكم عندي هنا في المكتبة، أنتوا الاثنين بعد إذنكم يعني هنحطهم عندي في مكتبة بيت شريف. أرجع لك مرة تانية وتكلمينا عن الأربع بنات، وأنتي بتحكي عنهم. كل واحدة كان عندها مشكلة في حياتها. في نهاية القصة بقى المشاكل دي اتحلت ولا ما اتحلتش؟ اتحلت، مش اتحلت. هي المشاكل هم كانوا بيعملوا اغلاط، وفي كل اللي في تفكيرهم انه ما حدش هيكشفها، خلاص هيعدي عليها الزمن والاحوال هتتغير، ما حدش هيحس باللي اتعمل، خلاص يعني كل واحده هتعيش حياتها وهينسوا. في النهايه هيحصل حاجه كده، حركه كده هتكشف الاربع حكايات بعد مرور زمن، بعد ما يتجوزوا ويخلفوا هتكشف سر كل واحده. كل واحده عملت حاجه هتتفضح. ماضي قديم هيتفضح. بس يعني هي الرسالة، يعني هي رسالة ان الواحد اللي هي شجرة الحقيقة اللي جذورها ثابتة في الأرض، مفيش حاجة هتغيرها، الحقيقة ما بتتغيرش. الرواية دي بتفكري انها تبقى مسلسل او فيلم او حاجة كده؟ هو انا بحس يعني اللي قروها يقولوا لي احنا بنحس ان احنا بنتفرج على فيلم. يعني احنا بنتفرج على فيلم، واللي يقراها لازم اليوم ما يخلصش لما تكون خلصانه. لازم يعني ده الانطباع اللي متاخد عنها يعني. طب سالي قولي ايه روايات تانية كتبتيها؟ انا كتبت قبلها امي هنا وهناك. كان ماتت وفي تواصل روحاني بينها وبين بنتها من كتر ما بيحبوا بعض. دي كتبتها بالعربي الفصيح. لكن انا كاتجاه بعد كده عاميه للنقاد. عاميه للنقاد. لا وده حقك، انت حره، انت فنانه والفنان عايزه اقول لك بس ان النقاد يتغنوا، وانا قلت له من شويه بالشعر النبطي، بالشعر العاميه يتغنوا بيه. لكن يجوا عند الروايه بالعاميه ولا. انت ايه رايك وانت شاعر؟ ايه رايك بالظبط؟ لكن الكلام اللي هي بتقول عليه طبعا هو حصل، ولكن الفتره اللي فاتت برضو احنا كل 10 سنين تبقى حقبه، زي ما احنا بندرس التسعينات والثمانينات، في 10 سنين خلصوا، الفتره الجايه قيم جديده ومقاييس جديده. فعلى فكره في ناس كتير هتبدا دلوقتي تكتب اللي انت بتعمليه ده بنفس الاسلوب. في فعلا بعض الروايات نزلت بالعاميه، وعلى الحاجات اللي تقريبا حضرتك عارف المدونات. طبعا ادب المدونات، في مدونات نزلت كتب بالعاميه، كتاب من اول صفحه لاخرها بالعاميه. لكن دي تعتبر اول بقى تجربه بتاعتها، اول تجربه كروايه. وانت بتكتب اشعارك بالعاميه؟ بكتب بالعاميه بالظبط. بس في حاجات كتبتها بالعربي الفصيح؟ لا يعني كان زمان في البدايات انا بدات اكتب قصه وفصحى، ولكن العاميه خطفتني زي ما واحنا دلوقتي عايزين نشجع الشباب انهم يقروا شعر ويقروا ادب. يعني هل من وجهه نظركم ان الاسهل انه يبقى مكتوب بالعاميه هيبقى سهل للشباب وهيحسوا بلغته وانها قريبه من قلوبهم ومن عقلهم ومن حياتهم اكتر؟ هقول لك على حاجه بالنسبه للشعر العاميه. كشعر العاميه دي نقطه مهمه جدا جدا، ودي تعتبر ازمه العاميه دلوقتي، ان في ناس كتير بدات تستسهل في الشعر العاميه ويكتبوا. حضرتك عارف في قصيده التفعيله قصيده النثر، ففي كتير بيستسهلوا يكتبوا الاثنين. لكن شعر العاميه بالذات يختلف عن شعر الفصحى. شعر الفصحى بتكون قرات عشان تتعلم طبعا الشعراء الكبار اللي قبلك. شعر العاميه لازم يكون عمل كده، ولازم يكون قرب شعراء العاميه، ولازم يكون هو نفسه بقى عشان يقدر يعبر عن الناس ويلمسهم يكون قرب للناس ديت، فيطلع التعبير بتاعه قريب منهم. لازم يكون على درايه بالاغاني الشعبيه واغاني العمال واغاني الصيادين واغاني الفلاحين والسير والمدايح ومربعات فن الواو والاغاني العاديه اللي احنا بنسمعها. فكل ده لازم يكون موجود عشان يطلع في الاخر الحاجه اللي تلمسك انت. وانا عملت استفتاء في الجروب بتاعي يا جماعه. انا جروبك اسمه ايه؟ جروب الروايه شجره واربع ليمونات. اوكي. بالعربي ولا مكتوب ولا بالانجليزي؟ لا بالعربي. لا بالعربي. اوكي. يا جماعه انا هعمل روايه جديده، ايه رايكم؟ عربي فصيح ولا عاميه؟ صدقني لو اقول لك انه كله ما عدا واحد بس اللي قال لي بالفصيح، كله قال لي بالعاميه. بالذات البنات اللي متخرجين من الاي يو سي والحاجات دي
العربي الفصيح تقيل عليهم، تقيل عليهم. فبتقولي انا يعني تعففت عن قراءة الكتب العربية وبقرا انجليش بس، لان العربي بيعقدني. لا مش لاقيه كمان. وعربي لغتي عربي عقدتني، فبدأت تقرا بالعامية، حست انه